السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، وزي ما انتم شايفين كده ان شاء الله عملت 15 قطعة جاتوه بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله المقادير موجودة في كل بيت. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف الطريقة ونشوف طريقة التحضير معايا النهارده. زي ما انتم شايفين الجاتوه سهل جدا وبسيط. يلا نخش الفيديو ونسمي الله ونشوف هنقول ايه مع بعض. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. انا معايا طبعا معايا دولة كوبايتين دقيق منخولين كام مره، معايا 6 بيضات، دي محسن جيلي اللي هناخد منه النهارده، ومعايا كوبايه وربع سكر، وكوبايه الا ربع ميه، وهاخد نشا كمان. هقول لك بقى على المكونات تاني واحنا شغالين مع بعض كده. طبعا معايا كوبايتين دقيق، نزلت عليهم ديت كوبايه الا ربع ميه، هنزل واحده واحده كده. دي كوبايه وربع سكر، انا هحط كوبايه وربع سكر. ادي الربع التاني اهو، يعني قولي كوبايه ومعلقتين كبار. هاخد نشا 4 معالق نشا اهو، 4 معالق نشا كبار هرميين كده. هتقولي النشا فايدتها ايه؟ النشا بتفتح العجينه او الكيكه جدا، وبتخلي ملمسها حلو، بتخلي فيها نعومه كده، وبتفتح العجين وبتخليه ابيض وهشش كده. وطبعا هحط معايا معلقه بيكنج باودر اهيت، معلقه كبيره زي ما احنا شايفين. طبعا احنا بنحط كل حاجه على بعضها. النهارده هنعمل الاسبونج بتاعنا النهارده على بعضه زي ما انتم شايفين. طبعا ما ينفعش ان احنا نعمل الحاجات ديت بالخلاط، لا طبعا. هتحتاجي من النهارده يا اما مضرب كهربائي يا اما عجان. وصفه الاسبونج ديت هتحتاجي يا اما مضرب الكهربائي او العجان اللي هيتعمل فيه، لكن خلاط مش هينفع خالص، ولا المضرب السلك. هنزل كمان بمعلقتين محسن جيل كبار. طبعا محسن الجل اللي هو بقى عامل زي الفازلين كده، لو لقيت عليه على الوش كده طبقه بيضاء او حاجه لازم تشيليها، عشان خاطر ما تبوظلكيش الكيكه بتاعتك او الاسبونج بتاعك. نزلت بمعلقتين كبار زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنزل بالبيض بقى. طبعا انا معايا 6 بيضات علشان البيض ده صغير. انت لو عندك 5 بيضات ممكن تحط 5 بيضات، بس يكون البيض كبير يعني. انما انا هحط النهارده 6 علشان البيض اللي معايا حجمه صغير يعني. اهو 6 بيضات اهوت بالطريقه دي كده. طبعا مفيش اسهل ولا ابسط من كده، احنا بنضيف كل حاجة على بعضها وفي طبق واحد اهو، زي ما انت شايفة معايا كده. وبعدين طبعا انا معايا فانيليا برضو، لسه ما حطيناش الفانيليا ولسه ما حطيناش الخل. عايزه اقول لكم الفانيليا السايله دي تحفه ما شاء الله عليها، ريحتها جميله جدا وبتضيع اي زفاره خالص. انا جبت معلقه خل اهي حطيتها برضو عشان زفاره البيض، برضو حلوه، محسن حلو وبيضيع اي زفاره في البيض. وادي الفانيليا اللي انا بقول لكم عليها ما شاء الله عليها تحفه، ريحتها في منتهى الجمال. نزلت كده برضو بنص معلقه كده. طبعا الفانيليا السايله بتبقى مركزه عن الفانيليا البودر، فما تكتريش منها يعني عشان ايه ما تغيرلكش ريحه الوصفه او طعمها كمان. هقلب بقى الحاجات دي كلها كده او المكونات دي كلها مع بعضها كده، بحيث ان انا ادمج المكونات كلها ببعضها، ادخل الدقيق مع البيض مع الميه مع كل حاجه بالطريقه دي كده. قبل ما اشتغل بالمضرب بتاعي، انا هشتغل بالمضرب الكهربائي اهوت. طبعا اللي عنده عجان يعملها في العجان عادي، هي تنفع يا اما بالعجان يا اما بالمضرب الكهربائي، لكن ما تنفعش في خلاط وما تنفعش بمضرب سلك. ولازما عشان تعملي الاسبونج ده لازما يكون عندك محسن جل، ما ينفعش ما تستخدميش محسن جل في الوصفه دي، عشان تعملي الجاتوه ويطلع حاجه زي اللي في المحلات بالظبط. وهتشوفي النتيجه دلوقتي، والله احلى من اللي في المحلات كمان، وانضف واضمن بكتير. هضرب بيه فيه بقى لحد ما القوام يختلف خالص. بصوا بقى اللهم بارك. بصوا بقى بنقعد نضرب فيه حوالي 10 دقايق متواصلين زي ما انت شايفه كده. طبعا ممكن تريحي المضرب بتاعك، يعني ممكن تريحي وتشتغلي تاني لحد ما يصبح معاكي بالقوام اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى هاشش وفتحي لونه خالص ما شاء الله، ابيض وبقى عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله عليه، اللهم بارك كده عسل. زي ما انت شايفه معايا اهو. خلاص ما شاء الله كده، ما شاء الله وصل للقوام المظبوط بقى زي الكريمه وجميل ازاي. هتعرفي ان هو كده جاهز. بصوا ترسمي بيه شكل كده هتلاقيه بيرسم معاك وزي الفل اهو. الشكل واضح قدامنا اهو كده، تعرفي ان هو خلاص كده خلص معاك الاسبونج وكده جاهز. هنجيب بقى صينيه كده عشان نبطنها بقى. هجيب هنزل بشويه زيت صغيرين كده وابطن الصينيه كلها بالزيت ده، بحبه الزيت دول كده اهو، من الجوانب كده ومن القاع الصينيه وكل حته في الصينيه كده. خلاص بطنتها كده زي الفل اهي. هبدأ اجيب كمان ورق الزبدة اهيت وهقص.
ادي انا بقى جبت ورقه زبده اهيت وحطيتها في قلب الصينيه كده. طبعا انا مبطنه الصينيه بالزيت بحبه زيت كده. بنزل بقى بالخليط بتاعي، بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى القوام؟ ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل. بصوا بقى، بصوا القوام بتاع الكيكه بتاعنا او الاسبونش بتاعنا، شايفين؟ والله الدقيق عادي خالص، ما هوش دقيق اسبونش ولا حاجه. دي كوبايتين دقيق عادي متعدد الاستعمال او متعدد الاغراض، يعني تستخدمي في اي حاجه، اللي بستخدمه في كل حاجه عندي. دقيق عادي خالص اهو. شايفين الجمال؟ ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل كده. وزع الخليط بقى كله كده في الصينيه واسويه كويس. هخليه كله كده قد بعضه بالظبط في الصينيه بالطريقه دي كده. شايفين؟ ما شاء الله. كده تكون جاهزه معايا. اطلع منها اي هوا كده، نخبطها كام خبطه كده. وطبعا متفقين ان اي كيكه يكون الفرن مولع وشغال. اللهم بارك. شايفين بقى الاسبونش وجماله؟ طبعا تختبري بخله كده. طبعا هو قاعد معايا في الفرن ساعه، ساعه كامله، ما شاء الله عليه زي العسل كده. ما تفتحيش عليه خالص بقى الا بعد ما يعدي حوالي نص ساعه كده او اكتر كمان. ولما تيجي تختبريه اختبريه بخله كده او حاجه. طبعا انا كنت عاملاه من بالليل، هنبيته بقى، هغطيه كده بورقه زبده وهبيته انت اليوم ان شاء الله. هنبدأ بقى، مطلعنا الاسبونج بتاعنا اهوت. هنبدأ بقى نزينه ونشوف هنعمل فيه ايه النهارده، او الجاتو بتاعنا. ما شاء الله عليه. بصوا طلع من الصينيه بمنتهى السهوله، وبيطلع من ورق الزبده بمنتهى السهوله. هنبدأ بقى ايه، نقلبه. هنبدأ بقى نديره كده علشان خاطر نشيل بقى ورقه الزبده اللي عليه. بصوا بسم الله ما شاء الله، بتطلع بسهوله جدا اهيت. ما فيش لازقه خالص ولا اي حاجه، لان طبعا احنا كنا مبطنين الصينيه. اهي بصوا بقى الجمال ما شاء الله عليه، واخد لون زي الفل اهو، زي العسل. هشيلها كده خالص. عايزه اقول لكم ان هي طريه جدا، يعني الاسبونج ده تحفه. والله طري جدا كده وجميل جميل بصراحه. انا جربت الاسبونج الجاهز، وادي الاسبونج اللي انا عاملاه النهارده اهوت. عايزه اقول لكم ان ده اطرى من الاسبونج الجاهز كمان، وحاجه كده في منتهى الجمال. هتجربيه مش هتندمي ابدا، هيعجبك جدا. بصوا الطراوه بتاعته عسل، تحفه كده اهوت. ما شاء الله عليه زي العسل، وخفيف جدا وهشش جدا. طبعا الطبقه الملزقه اللي بتبقى فوق كده ديت على وش الكيكه دي، طبعا هنشيلها خالص، متبقاش مستحبه يعني وكده في الاكل، متبقاش حلوه خالص. هشيلها بقى كلها. خلاص بقى انا شلت كل الطبقه اللي فوق كده اللي هي بتلزق دي خالص. هنشيلها كده من على الاسبونج بتاعها، ملهاش اي لازمه. هبدأ بقى اقسم الكيكة بتاعتي. بصوا ما شاء الله طرية جدا هشة جدا بوريكم، والارتفاع بتاعها حلو قوي. هنعمل بها النهاردة احلى جاتو، هنشوف دلوقتي. هات بقى السكينة بتاعتك او الطرنش، صراحة كده لسه ما جبتش طرنش يعني، فانا طبعا بشتغل بالسكينة اهو. وهبدأ بقى اقسمها من النص كده. حاولي انك تقسميها من النص بالظبط. بالظبط كده. بحدد بقى كده وتضغطي بقى كده، واقسمي الكيكة بتاعتك نصين كده. سهلة جدا ما شاء الله عليها، طرية هشة جدا جدا، يعني ما شاء الله تحفة. هتشوفوها دلوقتي وهتشوفوا الهشام بتاعها. انا قسمت الكيكة بتاعتي بقى وسبتها كده، وقلت بقى نعمل الكريمة بتاعتنا. ونبدأ بقى نحضر حاجة التزيين بتاعتنا اللي احنا هنزين بها الجاتو بتاعنا. طبعا دي معايا كوباية، هي كوباية ونص كريمة، كريمة خام. ممكن تجيبها كريمة عليها سكر. هي طبعا الكريمة دي عليها سكر، هي خام بس عليها سكر، بس الافضل يعني انت تجيبيها الخام اللي ماهيش عليها سكر، بتبقى افضل واحسن في النتيجة، وبترمي معاكي كمية كويسة يعني. بس هو بقى احنا جبناها النهاردة. جبناها كده، العيال اولادي جابوها لي يعني عليها سكر وكده. طبعا انا ما ضفتش بقى غير كوبايه ونص كريمه، وحطيت عليها كوبايه ميه، تكون الميه ساقعه متلجه زي ما انتم شايفينها معايا كده. فيها تلج اهي، تكون ساقعه متلجه. او عايزه تضيفي لبن ممكن تضيفي برده كوبايه لبن تكون متلجه. وبعدين اخفقي بقى الكريمه بتاعتي. هفضل اخفقها بقى كويس لحد لما تصبح معايا كريمي وتهش معايا كده، بالمضرب الكهربائي برده. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا القوام الكريمه اختلف اهو. ضربته بالمضرب بقى كويس لحد ما اصبح معايا كريمي، وبقى جاهز كده معايا وزي الفل اهو. شايفين قوام الكريمه ما شاء الله عليها زي العسل كده. يلا بقى نبدا نشتغل في الجاتو بتاع جاتو النهارده. والكريمه كمان عملت كريمه اهيت، وقسمت السبونج بتاعي بنصين كده زي ما انتم شايفين. وهبدا احشي بقى كريمه. احط بقى كريمه في النص كده بين الجاتو وبعضه. هحشي في النص كريمه كده قبل ما احط الدرقه التانية بتاع الاسبونج. عايزه اقول لكم هش جدا وجميل، بسم الله ما شاء الله، تحفه. طريقه الجاتو دي هتعجبكم ان شاء الله. سهله جدا وخفيفه وهشه جدا زي اللي في المحلات بالظبط، حاجه كده في منتهى الجمال.
خلاص بقى انا كده حطيت كريمه، حطيت طبقه كريمه كويسه. هبدا بقى اشيل الطبقه التانية من الاسبونج بتاعي علشان احطها على الجاتو. شايفين هشه خفيفه قد ايه، ما شاء الله عليها، اللهم بارك، زي العسل كده. طبعا وش الجاتو انا اتفقت معاكم، اي وش سبونش عندي تورته او حاجه بشيل الوش خالص، بحيث ان انا لما احط الكريمه ما تبقاش طبقه معجنه كده ولازقه، ما تبقاش مستحبه في الاكل نهائي. يعني انا شلت الوش بتاع الجاتو ده كده. تفردي بقى عليه الكريمه براحتك، ما تبقاش حته عاليه حته واطيه، زي ما انت حابه يعني تشيليه، بس هو المستحب انك تشيليه. لو انت مش حابه تشيليه سيبيه عادي، بس يعني لما تشيليه هتحسي بفرق. وبدأت برضو ان انا احط طبقة كريمة كويسة برضو على الوش كده، علشان خاطر نحطها اديلها طبقة كويسة من الكريم. يلا بقى، لو لسه ما حطيتليش لايك حطيلي لايك، انا بفكرك اهو. هبدأ بقى اسوي الجاتو بتاعي. طبعا ايه، هنشيل بقى الزيتات دي كده زي ما احنا شايفين مع بعض. بصوا بسم الله ما شاء الله، خفيف قد ايه، اللهم بارك، هش جدا وطري وخفيف، حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا بين كل مره ومره لازم يا اما تغسلي تشطفي السكينه بتاعتك كده تحت الحنفيه، او بمناديل المطبخ تمسحيه، علشان ما بين كل تقطيعه وتقطيعه مش عايزين ايه نلحوس يعني الطروف وكده. اهو بصوا بقى الجمال، بسم الله ما شاء الله، شايفين الجاتوه خفيف وحلو ازاي، تحفه. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي عملت لي كميه جاتوه حلوه قوي، انا عملت 15 قطعه جاتوه من الصينيه دي، حاجه كده في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم ان هو يعني السمك بتاعه او الارتفاع بتاعه كان كويس جدا، وهوريه لكم دلوقتي، حاجه كده زي الفل. بين كل مره ومره لازم امسح السكينه بتاعتي زي ما قلنا، علشان خاطر قطعه الجاتوه تبان معانا كده واضحه وحلوه، ما تبقاش متلحوسه من جوانب او كده. طبعا الزيتات اللي بتطلع دي احنا مش بنرميها زي ما اتفقنا، يا اما بتعملي بها ترايفل، يا اما طبعا الاولاد بياخدوها ياكلوها بالهنا والشفا. خلاص قطعت بقى كده اهوت. اهو بصوا عملت معايا 15 قطعه جاتوه زي ما انا قلت لكم. فاضله كريمه بقى معايا، حطيتها في كيس حلواني كده اللي عندي، وبعدين هبدا اعمل بها روزتات كده على كل قطعه من الجاتوه دي. هنبدا نزينه بقى. طبعا الزينه دي مش مشكله خالص، لو انت اهم حاجه الوصفه تكون معاكي مظبوطه وحلوه، وبعد كده عادي خالص الزينه دي انت وراحتك، كل واحد زي ما هو حابب، ما يتقيديش باي حاجه، اهم حاجه الوصفه تطلع معاكي مظبوطه. طبعا أنا كان عندي كريز اهوت، حطيت منه زي ما انتم شايفين كده، على كل روزتيه كده حطيت ايه كريزيه. انت لو جبت الكريز دوت، على فكره انا ما بحطش الكريزيه كلها، انا بقسم الكريز نصين، يعني الواحده بتكفيني قطعتين جاتوه زي ما انتم شايفين كده، بيوفر معايا جدا وبيديني شكل حلو برضه. وطبعا برضه عندي إيه، عندي شوكولاته اللي هي البوبس الصغيره الالوان ديت اهيت، كريسب صغير كده، برضو حطيت منه كده كشكل كده يديني ايه، يكسر اللون ويديني شكل حلو وجمالي برضو على كل قطعه من الجاتوه كده. انت ممكن بقى تحطي شوكولاته مبشوره، ممكن تحطي بصي اي حاجه حابه تحطيها على الجاتوه حطي، يعني انت وذوقك بقى، او انت زي ما انت حابه. بصوا الجمال اهو، والله ولو فضل بالكريمه برضو كده هيبقى في منتهى الجمال. بص القطعه عامله ازاي حلوه، يعني الارتفاع بتاعها كويس، وشايفين الجاتوه في النص حلو والقطعه متساويه وجميله ازاي. ايه رايكم بقى في الجاتوه بتاعنا النهارده؟ حاجه كده في منتهى الجمال والله. عملت 15 قطعه جاتوه من كوبايتين ونص دقيق بس، زي ما قلت. إيه، في الطريقه دي سهله جدا والله، بدقيق عادي خالص، مش بدقيق سبونش ولا حاجه، بالدقيق العادي بتاعنا. شايفين الجمال؟ ولا احلى من كده بقى، تحفه. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده، وزي ما قلت لكم بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الشير، وان شاء